اهلا بيكم. تعالوا معانا في جولة مختلفة في مول طنطا. اتفرجوا معانا كده على المنظر. كان اصعب حاجة بالنسبة لنا في المول ده ان هما ما خلوناش ندخل سكر معانا، فاضطرينا طبعا ان احنا نسيبه مع السكيورتي بره، بس ما قدرناش نقعد في المكان علشان خاطر الاستاذ سكر. ده شكل المول. الدبدوب ده شكله جميل خالص. اتفرجوا معانا. ادهم بيقول لكم هاي من هناك. طبعا ادهم هو اللي مش سايبني وماشي معايا، وآية وسلمى جم دلوقتي اهو. خليكم معانا في الجولة، اتفرجوا شوية على المحلات والحاجة اللي موجودة في المول. والمول نضيف وشكله لطيف وكل حاجة، بس احنا زعلنا منهم عشان ما رضيوش يدخلوا سكر. محلات الملابس، ايوه وسلمى ماشيين قدام. ادهم حبيبي هو اللي مش سايبني. ايوه وسلمى ماشيين مع باباهم قدام. هي الاماكن دي بتبقى جميلة ونظيفة، والمحلات شكلها شيك وكل حاجة، بس بصراحة انا ما بحبش اشتري حاجة من المولات الكبيرة دي. معرفش ليه، ما تسألونيش، مش عارفة يا ترى في حد زيي ولا لا. وادهم انضم للقافلة قدام. هاي يا آية، سلمى، أدهم. دي أكتر محلات أنا بحبها. متضحكوش عليا، المحلات اللي فيها الهدايا والألعاب والدباديب والحاجات دي، هي دي الحاجات اللي أنا بحبها بصراحة. محلات الملابس، البراندات. هنا الكورنر بتاع المطاعم، بس كان ممنوع التصوير فيه. احنا سرقنا اللقطات دي كده يعني عشان نوريكم المكان. ودي أكيد حاجة موجودة في المكان، القطر الكيوت ده بيلف كده في المكان
عشان تتفرجوا على المحلات كلها وتاخدوا جولة. هو شكله كيوت خالص. انا فضلت ماشية وراه عشان اصوره لكم. بين المحلات موجود الباكات دي بتاعت الكاندي والالعاب والحاجات دي موجودة كلها. القطر لسه مازال موجود، بس احنا عندنا واحد احسن منه في مطروح يعني، على البحر بيمشينا على الكورنيش واسمه الطفطف. لا، اي حد عايز يزور مطروح لازم يركب الطفطف، والا الرحله ما تكتملش من غيره اصلا. الطفطف بيبقى ممتع. هنجرب نركبه في مرة ونوريكم بيبقى الدنيا ازاي فيه. بس للأسف الدنيا زحمة جدا عندنا في مطروح عشان الصيف، فما بنعرفش نركب اصلا. دي صورهم بقى لما حاولوا يعملوا ملايكة. وفي الاخر ختمناها رز بلبن بالايس كريم.